الفنانة ريهام عبد الغفور بترفض العمل مع الست منى زكي. هنشوف الأسباب والتفاصيل حالا، بس أولا يشرفني انضمامكم للقناة ونبتدي حبايبي. جدل واسع أثاره خبر تقديم النجمة منى زكي لشخصية أم كلثوم في فيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إذ أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إنتاج فيلم جديد عن كوكب الشرق أم كلثوم وبيحمل اسم الست، وبتقوم ببطولته النجمة منى زكي بعد مرور 25 عام على تقديم النجمة صابرين مسلسل عن حياة أم كلثوم. وطبعا الجمهور قابل الخبر ده بتناقض واختلاف في الآراء، وانتقل التناقض ده أيضا للنقاد الفنيين، فمنهم من رحب بالخبر يعني وأشاد به، وآخرون استعجبوا طبعا من الفكرة، نظرا يعني ما فيش أي تشابه بين أم كلثوم ومنى زكي. أما الأغرب من التناقض في آراء الجمهور والنقاد هو التناقض اللي حدث داخل عائلة الراحلة أم كلثوم، إذ جاءت آرائهم حول تجسيد منى زكي لشخصية كوكب الشرق متناقضة أيضا. زي مثلا جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم قالت في تصريحات ليها إن هما يعني مش بيمنعوا من تقديم الفيلم، وكمان منى زكي ممثلة كبيرة وبارعة وأكيد يعني هتجود في الدور ده، وتابعت جيهان وقالت إنها بتتمنى لها يعني التوفيق وإن هي تشوف منها عمل جيد يليق باسم كوكب الشرق. أما عن اعتذار الفنانة ريهام عبد الغفور، وضحت ريهام السبب الرئيسي في اعتذارها عن العمل إن هي وقعت عمل آخر من المقرر أن تشارك به في رمضان المقبل، وهو بعنوان ظلم المصطبة مع الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة بسمة ومجموعة أخرى زي تامر نبيل وإياد نصار، والمسلسل من إخراج هاني خليفة وتأليف أحمد فوزي صالح. وأكدت ريهام عبد الغفور على أنها كانت بتتمنى طبعا أن هي تعمل مع الفنانة منى زكي، إلا أن مشاركتها في المسلسل حالة دون تحقيق ذلك. وانطلق تصوير فيلم الست خلال الأيام القليلة الماضية وتحت قيادة المخرج مروان حامد، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وبيضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن. أشكركم حبايبي على حسن المتابعة، وألف شكر اللي سألوا عني خلال الفترة الماضية. تحياتي للجميع، مع السلامة.